لا 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 ما تحرجنيش يا حاج حسين من فضلك، ده شغب. لا شغب ولا حاجه يا سعاده البيه، ما كبرهاش سعادتك، دي الاخوات بتتخانق عشان خاطر مجيتي انا والحاج دندراوي عند سعادتك. ده انا عمري ما طلبت منك حاجه. والله مجيتك على راسي يا حاج حسين. ايه رايك يا حاج دندراوي؟ هو خلاص موافق. خلاص بقى يا دندراوي، اللي بينا هنسويه ان كان مزاد ولا غيره. هو كده خلاص بقى يا سعاده البيه. على العموم خلاص علشان خاطركم، بس بشرط كمان اصحاب الشأن يتنازلوا. يتنازلوا يا سعاده البيه، يتنازلوا. نادي على الولاد اللي بره. حاضر يا فندم. تعال يا فاروق، تأسف لاخواتك اوراني ومندور، سعاده البيه سامحك بس بشرط ما تعملش كده تاني. سعادة البيه يشكر يا حاج، ألف شكر يا سعادة البيه. حقكوا عليا يا رجالة. ده حق ولا مستحق خلاص. يعني صافيه لبن حليب يا قشطه. شفت بقى يا سعاده البيه، الحكايه خلصت. ربنا يخليك لنا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. حقكوا سلام عليا يا عليكم. رجالة. يلا يا فاروق. اتفضل يا حاج. اسمع يا اخينا انت. أنا يا سعادة البيه. انت اسمك ايه بالظبط؟ اسمي فاروق أحمد الجناوي. من فين؟ من جنة يا بيه. طب احنا سامحناك المره دي عشان خاطر الحاج. ربنا يبارك لنا فيه وفي سعادتك طبعا يا سعادة البيه. لو هشوفك هنا مره تانية تعمل حسابك ما انتش خارج. لا تشوف يا سعادة البيه بإذن الله ما هتشوفش وشي هنا تاني واصل. من حق يا حاج. يا فندم، انت سمعت عن القانون الجديد اللي صدر ده؟ قانون ايه؟ قانون الاحوال المدنيه. كل مواطن لازم تبقى له بطاقه شخصيه او عائليه، وان ما استخرجهاش هنعمل له جنحه. يعني ايه يا سعاده البيه؟ حضر ورقك انت والعمال اللي بيشتغلوا معاك وانا هبقى افهمك. ورق ايه؟ شهاده الميلاد وفيش وتشبيه واستماره مخصوص تشتريها من البوسطه. حاضر يا سعاده البيه. سامع يا فاروق؟ فاروق. ها يا بابا. خلاص يا ستي. ربنا يبارك لنا في عمرك يا حاج. أنا متشكر قوي يا حاج. يلا بينا يا حسني. على فين؟ هنروح يا حاج. تؤمر جنابك بحاجه؟ تعال نوصل. لا احنا تعبناك قوي، كفايه لحد كده، احنا هنركب اي مواصله. لما الحاج او انا نقول لك تركب يبقى تركب. ايوه بس يا خبر ستي. ايه يا فاروق؟ احنا هنتحايلوا عليك ولا ايه؟ عاد الست نرجس قالت لك تركب يبقى تركب، ما تقفلش معاها امال. اركب يا فاروق. اتفضل يا فاروق. الحمد لله على سلامتك. متشكرين يا حاج. ياه، اما كان حته يوم النهارده مش معقول. قضيته من صباحيه ربنا واقف على رجليا، ما قعدتش لحظه. بس الحمد لله النهارده خلصت نتائج تجربه هامه جدا، والبروفيسور كان مبسوط مني بشكل مش معقول، وقعد يشعر في جوزك بقى قدام الطلبه ويقول كلام جميل لدرجه ان انا حسيت اني طاير في السماء والتعب راح. بس التعب حل عليا دلوقتي، مش قادر. عايز انام. بس خساره، مش هقدر انام خالص، لازم ابيض نتائج التجربه. ايه؟ انا بكلم نفسي ولا ايه؟ هي في يا حبيبي مالك؟ مالي؟ انت مش سامعاني ولا ايه؟ سامعاك. مبروك يا حبيبي. ايه مبروك دي بقى؟ لا لا ما تنفعنيش، ما تلزمنيش. والله انت رايق قوي يا حاتم. رايق؟ ايه بس يا حبيبتي مالك؟ مفيش. طيب في حد ضايقك في الكليه ولا حاجه؟ لا لا ابدا. امال ما بتتكلميش معايا ليه؟ ما بترغيش ليه؟ ابدا يا حبيبي، بس يعني ماليش مزاج. مزاج؟ طيب بمناسبه المزاج بقى، قومي حطي ميه الشاي على النار وانا هكمله، لحسن احنا لو نمنا مش هنصحى الا الصبح. حاضر. ايه يا ورده؟ ايه يا ورده مالك؟ مش عارفه يا حاتم، دخت فجأة. الحقني يا حاتم. ورده!
يلا طريق السلامة. طبعا خابرين السكة الجبلية. ايوه خابرين يا معلم زناتي. هنسبكوا بالطرمبيل عشان هنستنى الناس هناك. بالسلامة. لا والله براوة عليك يا معلم زناتي. امال ايه عاد؟ قلت لك اني زناتي. بينا. هات البطارية. في قصر جمال. وايه يعني يا سعاده البيه؟ ما الجمال كتير هنا. لا بس ده قصر جمال محملة. مش شايف عمق القصر على الارض واتجاهها من طريق البحر؟ والله معاك حق يا سعاده البيه. جروي السكة دي مودية على فين؟ دي سكه مهجوره يا سعاده البيه. احنا هنغير خط سير الدورية الليلة. هنروح من ناحية السكة المهجورة دي ورا القصر. دي السكه دي خطره قوي قوي يا سعاده البيه. جمد قلبك امال. خطرة يعني ايه؟ فيها ايه؟ دي سكه مكشوفه يا سعاده البيه، ما فيهاش غير مواصل. ربك هو الحارس. يلا يلا. اتفضلوا انزلوا. ننزل؟ انت مودينا على فين؟ عند الدكتور احمد طبعا، ما هو لازم الدكتور يشوف فاروق. لا دكتور على ايه؟ الحكايه مش سهله. انت مش شايف الجرح اللي في شفتك؟ دي خربوشه صغيره. خربوش دي تاخد لها بتاع غرزتين مثلا. بالنسبة لنا احنا خربوشة يا ست. انت ما تفوتكيش حاجة ابدا. يلا يا فاروق. بس انا يا حاج باي ما قلنا ما تقفلش معاها امال. يلا يا فاروق انزل بينا حاج. في كمان قصر كاوتش عربية والقصر كله متجه ورا التبة. يبقى لازم في حد وراها. اسمع انت وخميس تلفوا من ورا وانا بالراحة كده ههاجمهم من فوق. لو لقيت حد هضرب عليه نار. بمجرد ما اشد انتباههم تهاجموهم انتوا بالظهر وبكده نبقى حصلناهم. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. يلا ربنا معاك. لا مفيش حاجة تاني غير تجمع دواء بسيط في الراس. يعني ايه يا دكتور؟ يعني حاجة بسيطة. والظاهر انك خدت لك خبطة في دماغك هي اللي عملت لك الورم ده، وهيصرف لوحده ان شاء الله. شفت بقى علشان تبقى تقول ان مفيش حاجة. اما الجرح اللي في دهنك ده فانا اعمله غرزتين. ببنج موضوع مش هتحس بحاجة خالص. لا بنج يا دكتور، ولا بنج ولا غرزتين ولا دياولو، الحكايه ما تستاهلش. انت تسكت خالص. بعد اذنك يا دكتور اعمل اللي لازم لو سمحت. يا حسام خير؟ بقى جايبني على ملا وشي عشان حاجه زي دي؟ يا ابني ده انا لما سمعت صوتك في التليفون قلت خلاص الدنيا اتهدت. قول لي بس يا حسام عندها ايه؟ ولا حاجه. ولا حاجه ازاي؟ دي اغمى عليها ووشها اصفر، وبعدين هي قالت لي انها رجعت مرتين. ما هو ده وضع طبيعي للي زيها. وضع طبيعي ازاي؟ يا ابني انت ما سمعتش عن حاجه اسمها الوحم؟ ايه؟ وحم؟ هي مبروك ايدك بقى على الفيزيتا. ورده خد هنا. هي زمانة البعثة هتخليك تنسى حقي ولا ايه؟ مبروك يا ورده. الله يبارك فيك. طب بلاش الفيزيتا، حق البنزين. حق البنزين وبعدين بقى خش في الرومانسيات. حسام انت متأكد؟ شوف انا بقول له ايه وهو بيقول لي ايه. عد فلوسك يا معلم زناتي. الدار امان يا ابوي، خليهم بالبركة يمكن يطلع فيهم زيادة. الله يبارك لك. ويبارك لك. اما يا رجالة. حكومة اضرب سلاحك انت وهو. الجبل كله محاصر. ارمي سلاحك. الأمان يا عصام بيه. الحمد لله على السلامة يا ورده. الله يسلمك. فين بالك زمان؟ مشاغل لكن الحمد لله راجل. طب يا سيدي ربنا يروق بالك. امال فين كبير هوارك امدح
ايه ما خبرش هيكون وين يعني؟ منها كانت بتسأل زي ما يكون قلبها كان حاسس. قرب واتفرج. بص وشوفوا بص. فاتنة الراس الشرقي الراقصة اللولبية رئيسة. فاتنة الغنى فاتنة الطرب الراقصة اللولبية رئيسة. اتفضل يا فاروق يا ابني اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا حاج. السلام عليكم. عليكم السلام يا ابني. سيبونا بقى لوحدنا. انا روحت حسني عشان عايز اتكلم مع فاروق كلمتين. جهزونا انتوا بقى العشاء لغايه ما اخلص الكلام مع فاروق. لا عشاء ايه؟ ملوش لزوم يا حاج، ده انا هتكل على الله هروح على طول. ولا كلمة، هو كل ما بابا يقول حاجة لازم تقاوح. يلا بقى، ولا انتوا عايزين تعشونا اي كلام؟ لا ودي تيجي برضو يا حاج. يلا يلا يا ماما. مهلك عليا يا بنت يا شقية، أنا مش حملك. اتفضل يا فاروق يا ابني استريح. مش عايز تقول لي حاجة؟ حاجة ايه يا حاج؟ أي حاجة. هقول ايه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. براحتك يا ابني. يا حاج أنا يا فاروق يا ابني، أنا حاسس إن جواك حاجات كتيرة، وحاسس برضو إن جايز وراك مشاكل. فإذا كان عندك مشكلة ولا حاجة قول لي عليها، يمكن أقدر أحلها. ما تخافش. أنا إيه اللي هيخوفني بس يا حاج؟ نتمنى على الله يا ابني. بس أنا عايز أقول لك حاجة أخيرة. أنا راجل معروف وليا سمعتي وليا اتصالاتي وربنا مديني والحمد لله. ويعلم الله أنا حبيتك مش من ساعة ما اتحمقت عليا، لا من ساعة ما دخلت عليا المكتب. فإذا كان عندك مشكلة ولا حاجة قول لي عليها، يمكن أقدر أحلها لك. مفيش مشكلة من غير حل. براحتك يا ابني، ده مش هيغير حاجة. أنا هسيبك لغاية ما تلاقي نفسك عايز تقول لي. ما جوعتش؟ يا جماعة اللي جوه هناكل امتى؟ لا اصبروا بقى، انتوا مش قلتوا ما تكروتوناش؟ طب يا ستي المية تكدب الغطاس. قول لي يا حاج. ايوه يا فاروق يا ابني. ايه اللي خلت جنابك تقول الكلام اللي قلته ده؟ مش فاهم. يعني لا سمح الله باين عليا حاجة؟ ايه؟ طب انا هسألك كام سؤال، اللي عايز ترد عليه رد، واللي مش عايز ما تردش. انت اتعلمت لغاية فين؟ انا عندي بكالوريوس زراعة من جامعة اسيوط. بكالوريوس؟ ايوه. طب يا ابني اللي عنده بكالوريوس لمؤاخذة يعني يشتغل شيال في المينا؟ طب بلاش السؤال ده. كنت بتشتغل فين قبل كده؟ كنت بشتغل في ارضي. يعني انت عندك ارض؟ اي نعم يا حاج. وسبتها ليه؟ عليك طار؟ انا اعرف ان الجماعة الصعايدة احيانا بيبقى عليهم طار. طب بلاش السؤال ده. انت اسمك الحقيقي فاروق القناوي؟ يا جماعة اللي جوه بتعملوا الاكل على ايه؟ على الشمس؟ موعودة بحبك موعودة برموشك وعينك السود. موعودة بحبك موعودة برموشك وعينك السود. والله انا خايفة اتشمت فيا، والله انا خايفة اتشمت فيا كل شباب الخيمة يا حودة يا حودة يا حودة. ايوه يا حودة يا حودة يا حودة يا حودة. لا 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 ما تسوش تولى عليا، لا ما تسوش تولى عليا غالية حودة وزي عينيا. لا يا حودة لا
خايفة اتشمت فيا، والله انا خايفة اتشمت فيا. كل شباب الخيمة يا حودة يا ريري ريري خليك بسرعة. عارفة من جوه؟ مين؟ حيوان البكري. مين؟ بقول لك حيوان البكري. بقول لك ايه، هيئي نفسك عشان نعوض الوقت الضايع. ما تخافش على رئيس، اوعى. خش يا حواش، هم يطلعوا امتى دول؟ الحمد لله. ايه ده؟ ده انت ما اكلتش حاجه يا ابني. اكيد اكلنا مش عاجبه. لا ده واكل زين قوي قوي جوي جوي. يا ستي اللي بياكل على ضرسه بينفع نفسه كده ولا لا يا فاروق؟ كده يا حاج. لازم بقى مكسوف. خش هاتيله الباشا من جوه يا ماما. يوجدك ايه يا نوره؟ بقول ايه يا حاجه؟ نعم. القطين اللي فوق السطوح مش فاضيين برضو؟ بتسأل ليه يا حاج؟ اصل فاروق من بكره ان شاء الله هيسكن فيهم. انا بس انا احنا مش قلنا ما حدش يناقش الحاج؟ واسمع، انت من بكره مش هتشيل حاجه في المينا. امال ايه؟ هتمسك اعمال الشركه الكتابيه. يا حاج ده كتير عليا قوي قوي. جوي تاني؟ ما هتناقش تاني؟ ادخل. علوان، كنت وين يا علوان؟ انا ما رقداش في فرشتك ليه؟ وايه اللي اخرك كده؟ قلبي كلنا عليك. لا والله قلبك فيه الخير. رجعت تاني للموالد والغوازي؟ ما كنت بطلت وقلنا ولا تفتح خشمك بكلمة واحدة. اوعى تعكر اللي قعدت الليل بطوله اوزن فيه. توزن ايه؟ هو ايه ده؟ انتش فهمك انتي. انت هتدور على ايه؟ وين الذهبات اللي كنت جبتهم لك؟ وبتسأل عليهم ليه؟ واو، مش انا اللي جايبهم لك عاد ولا ايه؟ ربنا يخليك وتجيب لي. طيب خلاص هاتيهم وربنا هيخليني واجيب لك غيرهم. ايه؟ هتبيعهم؟ لا ده انا هغيرهم بس، ما انا قلت لك قبل سابق. وانا قلت لك ان هم لابين عليا كتير. لا بعد كده. وين الفلوس دي عاد؟ دول يجي 200 جنيه. 200 جنيه بس. صح انك وليا فقرانه. ألف مبروك يا راجل طيب، ألف مبروك، والله أنت تستاهل كل خير يا صاحبي. الحاج برضك له نظرة. الله يبارك فيك يا ابو دبيكي. بس هيعز عليا فراقك يا فاروق. وانا والله يا حسني يا اخويا، لكن معلش قال احنا برضك هنبقوا مع بعضينا طول النهار، وبعدين كمان انا ما عاوزش اضايقك اكتر من كده عاد. تاني غلطة ليك النهارده. طب تقدر تقول لي ايه هي الغلطة الاولانية؟ غلطة كبيرة قوي يا صاحبي، وكانت هتكلفك كتير قوي. انا سابق وقلت لك خلي بالك زين، مالنا احنا ومال المشاكل. بقى يا راجل ده احنا بنقول يا حيط دارينا يا حيط، تقوم انت تحدف نفسك على الجسم حتف. ابا يا حسني لو انت اتجنيت في عقلك هياك، بقى عايز الحاج يتهان قدامي واقف الخشمي. ما قلناش حاجة والله، ما خابر اقول لك ايه، بس برضك بلاش التهور ده، صدقوا اللي قال عليكم هوارة. بقول ايه يا فاروق؟ ايه يا حسني؟ بينا نتعشى بينا. لا استنى، انت كنت عايز تقول حاجة تانية. خبر ايه يا حسني؟ ايه فيه؟ ما فيش حاجة، كل خير ان شاء الله. يا اخي الصباح رباح، ما تقفلش معايا امال. لا يا حسني انت كده شغلتني، ما تقول الله يخليك ايه فيه؟ والله ما كنت عاوز اعكر عليك فرحتك يا اخوي. خلص في الكلام يا حسني وقول لي حصل ايه.
جالي خبر من البلد انهم حكموا عليك غيابي. حكموا؟ مات من مدة. وحكموا بإيه؟ أبد. مهبد ليه؟ ليه مهبد؟ عملت انا ايه بس يا رب عشان يحكموا عليا ب25 سنة؟ يعني ما خبرش عملت ايه؟ يعني ما قتلتش؟ والله يا صاحبي انا ما سعيت اني اعرف سرك، لكن واد عمة بيكي هو اللي بعت لي الخبر عشان انبهك. انت يا فاروق انت تقتل اختك. ما حصلش يا حسني، 3 بالله العظيم ما حصل. ها؟ كيف يعني؟ ولا اختي بذات نفسها اتقتلت من اصله. ايه اللي هتقوله ده؟ انا ما مصدقش اللي هسمعه. يعني ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. بقول ايه؟ انت تنعس دلوقتي وبكره تحكي لي على اللي حصل، يمكن نلاقوا حل. بس على ما نلاقوا حل فيه الاهم من المهم. وايه الاهم من المهم دلوقتي؟ انك تخلي بالك زين، الحكايه ما بقتش لعبه يا صاحبي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. خدوهم على الحجز. اتفضل انت اهو. اللي انت عملته ده يا مكي وهنا سيادة مدير الامن، انت قبضت على اكبر عصابة كانت سبب في ازعاج المنطقة فترة طويلة. يا فندم احنا تلاميذ سعادتك، وانا فخور بكده. ولولا برضو شجاعة الرجالة دول انا ما كنتش اقدر اعمل اي حاجة لوحدي. طبعا عشان كده سيادة الوزير امر لهم بصرف مكافأة خاصة، ده غير المكافأة القانونية اللي بيقررها قانون مكافحة المخدرات، ودي مبالغ كبيرة قوي. الحمد لله يا فندم. انت بقى يا عصام ليك خبر عندي خاص جدا. فندم انت اتنقلت المباحث يا عصام. مباحث؟ صحيح يا فندم. فين؟ اسكندرية؟ لا يا عصام، معانا في مديرية امن هنا. ما تستعجلش يا عصام، خطوة خطوة. بكالوريوس؟ معانا بكالوريوس يا بابا. تصوري يا نورة. والله يا بنتي انا قلبي كان حاسس بكده من الاول. ايوه بس ايه اللي هو عامله في نفسه ده؟ مش عارف، اصل الجماعة الصعايدة دول حياتهم غريبة وكلها اسرار. يعني ايه؟ يمكن زي ما الحاج بيخمن عليه طار ومتخفي. مصيبتي؟ يعني هيموتوه؟ الله، مالك اتخضيتي كده ليه؟ وانا اللي هياخدني يا بابا؟ طب خدي امسكي الفوطه دي نشف الميه اللي دلقتيها على نفسك دي. انا اسف. تصوري ان عنده كمان ارض ببلدهم وسابها وهرب. الظاهر عليه ابن ناس كويسين، انا نظرتي ما تخيبش ابدا، عشان كده شغلته عندي. على اذنك يا بنتي ما تقعدي تكملي فطارك، انت مالك النهارده متلخبطه ليه؟ متلخبطه يعني ايه يا ماما؟ انا مش متلخبطه، انا خلصت فطاري خلاص. واه على كده الحكم اللي حكمته ما لدتش عليكم. كلام ايه اللي هتقوله ده يا علوان؟ كيف ندفع له 500 جنيه هنا؟ واه مش نصيبك؟ انتوا مش شراكه؟ عدتير عليا يا ابو الامر، انا هروح المحكمه. طب علي اليمين 3، لو خطيت برجلك المحكمه لكون انا اللي مبندقك بيدي ولا ليك عندي ديه. واه جريه عاد، الواحد ما يعرفش يحكم ولا ايه؟ يدك ونص الزيادة. اهو كده. تسلم ايديك يا حاجة،
بالهنا والشفا. اتكل انا بقى على الله عشان الحق وقتي. الف سلامه يا حاج. بالحق نضفوا الاوضتين اللي فوق السطوح، واذا كانوا محتاجين يعني حتتين عفش حطوا فيهم كده حاجه على مقاسهم. حاضر يا حاج. ايه في ايه يا حاج؟ سلامتك يا حاج. وانا لسه هعرفك النهارده. في ايه يا حاج؟ اصل انا خايفه. قولي على طول. انت ايه اللي عملته مع اسمه ايه؟ فاروق ده جدع طيب وغلبان وابن حلال ومتعلم كمان، ومش وشه بهدله، يعني كنت اسيبه يتبهدل؟ ايوه يا حاج، بس احنا ما نعرفش ايه اللي وراه. هيكون وراه ايه يعني؟ يا ست كل واحد بياخد نصيبه وربك هو الستار. ايوه بس انا شايفه يعني ان نوره. مالها نور؟ ابدا يا حاج. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه يا حاج. الله يسلمك. ربنا يخلف ظني. الحاج احمد عبود 446. في حاجه غلط يا حاج. ست نرجس يا مرحبا. اهلا، صباح النور على البنور. صباح الفل يا بابا. ايه بقى يا ست اللي غلط؟ مفيش مدير شركه يا بابا بجلابيه ولازم. في دي عندك حق. خلصينا بقى، قولي لي عايزه ايه؟ احنا مشغولين زي ما انت شايفه كده. قولي عايزه ايه ومن عندي قد العندي. انا كنت جاي اعمل تفتيش وبس. سلام. مع السلامه. نكمل يا حاج. وصلنا لحد الحاج احمد عبود. هديه يا ماما. هو مش جاب لي الاسطوانات وقال انها هديه؟ ما حدش فيكم اتكلم ليه؟ لا دي حاجه ودي حاجه. مفيش فرق. هو جاب لي هديه وانا برد له الهديه، ولو ما عملتش كده تبقى قله ذوق، وانا بقى مش قليله ذوق. اسمعي بقى لما اقول لك، وديني لما كنت تحطي عقلك في راسك لاكون قايله لابوكي، وانت عارفه بقى ابوكي لما يعرف ان في حاجه غلط. غلط؟ انا بعمل حاجه غلط؟ ايوه غلط و60 غلط. واسمعي بقى لما اقول لك. في ايه؟ صوتكم جايب لاخر الدنيا ليه؟ تعالى يا اخويا الحقني. بنتك نزلت اشترت بدله وقميص وجرافته الفاروق، ولما بقول لها ان ده غلط قعدت تعيط وعامله لي الغاغه بتاعتها دي. انا بعيط يا بابا. انا جبت هديه رديت له الهديه. فيها حاجه دي؟ ايوه فيها وفيها كمان. استنى انت يا حاج. بلاش عياط يا نور. يا بابا ماما بتقول انا بعمل حاجه غلط. انا بعمل حاجه غلط يا بابا. اسمعيني يا نوره ومن غير عياط. اتفضل يا بابا. انا عايز اسالك سؤال بس تجاوبيني عليه بصراحه. ما فيش سبب للهديه دي غير المجامله ورد المجامله، مش كده؟ طب يا ستي، اذا كان على الهديه انا هاخدها بنفسي واطلعها له فوق، بس عايز انتهز الفرصه دي بقى واقول لك كلمتين. فاروق يا بنتي باين عليه شاب مؤدب ومحترم وراجل، وغير كده متعلم تعليم عالي. انا حاسس يا بنتي ان جواه حاجات كتيره مش عايز الناس تعرفها. انا يا بنتي مش ضد الحب الشريف الطاهر، انا خايف عليكي. فاذا كان في بدايه عاطفه بينك وبينه فاسمعي كلامي وما تطوعيش نفسك دلوقتي على الاقل. بس يا بابا. ولا كلمه، انتهى. استنى يا حاج. والله يا صاحبي ربنا هيسترها معاك، بس انت ارمي حمولك عليه وهو هيكرمك وبكره تشوف. ونعم بالله يا حسني. طب لو هو مش هيكرمك كان يسخر لك اولاد الحلال كديه ليه؟ لا واولاد الحرام كمان. بقت بيكي ده بيكي يعمل معاك كده؟ ده بيكي ده واد عمي وانا خبره زين. ريت كيف رتب ربك عشان تقابله ويرمي محبتك في قلبه، وهو اللي زي عزرائيل والعياذ بالله ما يعرفش غير قبض الارواح. طب بلاش دي، ما رماش محبتك في قلب الحاج حسين
وهو عنده بدل الراجل 100 عم بيشتغلوا وبيورد عليه من قبلي ومن بحري. ايش عجب انت يا اخي؟ ما تقفلش معايا امال. لو انت يا حسني ربنا ما سخركش ليه ولا ايه؟ ده انا من غيرك يا حسني ما كنتش اعرف اخطي خطوه واحده في اسكندريه. نسيت نفسك ليه بقى؟ لا ما نسيتش. ايوه صح، اقدم عليك يا صاحبي. يبقى ايه دي؟ ده دعاء والدين الصالحين. عندك حق يا حسني، ربنا عالم ان ابويا كان قطب صالح كبير. والله دعاها هيقعد لك وهيفرج عليك كربك. بس لو اعرف هي وين. مين؟ اختك؟ وهو في غيرها؟ ما عنديكش فكرة يا اخي. لا واصل. ما يمكن ربك مأجل اللي جاك بيه لحكمة عنده. حكمة؟ امال يا صاحبي ده ملك ومنظمه سيده. انا صح راجل جاهل ما بقراش لكن بعرف برضك. طب انا هسألك سؤال محرج شوية. لو اتدليت دلوقتي في الشارع ولقيت اختك ومعاها لا مؤاخذة جوزها هتعمل ايه عاد؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا يا حاج. سلامة الله. مرحبا حاج يا مرحبا. ايه بتعملوا ايه يا اولاد؟ طبعا يا سيدي ما انتوا حبايب. ربنا يديم المعروف يا حاج. اتفضل يا فاروق، دي عشانك. ايه دي يا حاج؟ ايه شايفها ايه؟ بسكليتة. دي بدلة. يا بختك من كدك يا عم. بس ده كتير قوي يا حاج. ولا كلمة، انا احب ولادي يسمعوا الكلام. ها السلام عليكم. طب اقعد هبابة حتى يا حاج. كوباية شاي. وانا حمل شاي بالليل يا حسني. تصبحوا على خير. وانت من اهله يا حاج. السلام عليكم. انست ونورت. متشكرين يا حاج حسين. مع السلامة يا حاج. سلام ورحمة الله وبركاته. شفت يا اخوي؟ مش قلت لك ربنا بيحبك وبيرتب لك؟ انت بالبدلة دي الجن الازرق ما هيعرف انت مين. طب ده انا اللي اسمي انا اللي ما تفوتنيش فوتي ما جاتليش على بال. مش قلت لك يا صاحبي ما تقفلش معايا امال؟ حبيبي سعيد يسعد أوقاته عالجمال سلطان. خايف يا بدلة تنسيني أهلي وأيامي وطيني ولهجتي ومحبيني. خايف يا بدلة تنسيني أهلي وأيامي وطيني ولهجتي ومحبيني. ويا هل ترى شفتوني يا اللي انتوا فتوني من بعد ما اتغيرت دلوقت هتعرفوني. الحزن على بابي بيدق يا احبابي. الحزن على بابي بيدق يا احبابي. برا الهدوم دي انا كنت عايش ولا النهارده راح اعيش؟ خايفين رأيتوني تنكروني وفي المنام حتى ما تجونيش. خايف يا بدلة تنسيني أهلي وأيامي وطيني ولهجتي ومحبيني.
ولهجتي ومحبيني. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. مين يا فتحية؟ واحد يا فندم يا حاج. واحد مين؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله، ده فاروق. اهلا وسهلا يا ابني. اهلا بيك يا ست الحاجة. بسم الله ما شاء الله، اهو كده امال. طب يا حاج، هستنى جنابك تحت على ما تخلص قهوتك. السلام عليكم. استنى بس انا جاي معاك. الجدع ده حمقي كده ليه؟ انا عارفه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. خلاص، هات ومن غير كتر حديث وكده اتفقنا. لو حد سألك تقول له انا هشتغل في الارض دي بأمر من علوان. طب خد امضي الورقة دي. ورقة ايه هاي؟ ورقة رهنية. محدش ضامن الموت ملحة يا برضك. كأنك مخلول انت. واه مخلول؟ انت مش رهنت للارض وخدت فلوسها؟ ايوه، لكن هي الارض كانت ملكي عشان امضي لك ورقات. ايوه بس افرض البدري عاود. اني شاذلي جبت البدري. وايه اللي هيخلي البدر يجي؟ لا البدر جاي ولا وردة جاية ولا الشيخ بدار هيقوم من تربته. وحسين